بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. دلوقتي إن شاء الله نتكلم على موضوع الخصية المعلقة. الخصية المعلقة دي عبارة عن في علم الإمبريولوجي أو علم الأجنة، بيبقى في الخصية بتتكون في الحوض وبتنزل عن طريق قناة إلى كيس الصفن، عشان ربنا خلقها سبحانه وتعالى إن عشان إنتاج الحيوانات المنوية، وهي تعتبر من الغدد الجنسية. بتتكون في درجة حرارة أقل من 37 اللي هي درجة حرارة الجسم من جوه، بتتكون في درجة حرارة 25 أو 26، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى خلاها تخرج بره الجسم عشان تقدر تقوم بوظيفتها. فالخصية المعلقة عبارة عن ان القناة دي المفروض بتتسد عند الولادة بعد ما نزول الخصيتين في كيس الصفن، وبتتسد القناة دي عند الولادة. اوقات القناة دي تفضل مفتوحة، وبالتالي بتلاقي الخصية يا اما معلقة ما نزلتش من الاول اصلا وموجودة داخل الحوض ثابتة، او نزلت وكل شوية بتطلع تاني لان القناة مفتوحة وما تسدتش، وبالتالي بأوقات بنلاقي خصية، وأوقات تلاقي خصيتين في الكيس، وأوقات تلاقي واحدة بس. سواء كده أو كده طبعا دكتور الجراحة بيشوف الطفل، ولو الموضوع الخصية المعلقة دي هو كده كده هيبقى محتاج عملية. لو الخصية المعلقة موجودة فوق على طول ما بتنزلش خالص، ده أدعى إن العملية تبقى بأسرع وقت، عشان يعني في خلال أول سنة من العمر، عشان الخصية ما تبصش من درجة حرارة الجسم وما تبقاش نزلت بعد ما تلفت وبتأثر على خصوبة الطفل لما بيكبر، أو إنها بتطلع وبتنزل، وده برضه محتاج عملية عشان تتسد القناة دي. وبالتالي ممكن نصبر على العملية شوية على حسب حالة الطفل العامة، لكن الاثنين الحقيقة بيبقى العملية ضرورة ليهم، ودكتور الجراحة هو بيحدد لك على حسب هو شايف ايه حالة العامة للجسم، وعلى عوامل كتير العملية تبقى في انهي سن بالظبط. الخصية المعلقة حتى لو اكتشفت متأخر، يعني بعد 3 أو 4 أو 5 سنين، لازم تقوم بعملية بيشيلها حتى لو هي خلاص انت عارف انها تلفت، لان الخصية لو قعدت في الحوض من الحاجات اللي ممكن تقرب بورم خبيث، ولذلك هي العملية لازمة بأي حال من الأحوال حتى لو اكتشف الموضوع ده متأخرا. نتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.